السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة واخبار تربية الحمام. النهاردة داخل الغية هنتكلم على الدكورة اللي احنا بنلاقيها في موسم الصيف، وهنتكلم على حمام اللفت. الحمام بتاع اللفت اللي احنا كنا سايبينهم في قلب اللفت، دلوقتي فيهم حمام خلص وفيهم حمام بيقفل صمم، فاحنا هنتفرج كده مع بعضنا. بس بعد ما شوية اللي هو احنا بنفتح لهم الشبابات الصغيرة دولت يخلصوا الحصة بتاعتهم، هنبدأ نفتح الفيديو بتاعنا ونتفرج على الكام دكر اللي احنا لقيناهم والكام واحدة بتاع حمام اللفت. طبعا متشكرين ليكم، متشكرين لدعمكم، متشكرين للكلمة الطيبة اللي انتوا بتكتبوها. اي كلمة يا جدعان انت بتكتبها كلمة حسنة بتاخد عليها حسنة، كلمة السيئة برضو بتاخد عليها السيئة. فأحلى مسا على كل الناس، دايما في ظهر بعض. ولو في أي حاجة واقفة في قلب الغية بتسيبوا لنا في قلب التعليقات، فاحنا على قد ما بنقدر بنبسطها على بعضنا. ابقوا معنا راجعين. بسم الله. ده الحمام اللي كان سايب تحت، فرد الحمام ده عليه صمم، ده مخلص وده مخلص وده مخلص وادي ده مخلص. ارجع للحمام كده اللي كان داخل اللفت اهو، ماشي. وادي البنفسجي ده بيقفل سمم، والعنبر الاسمر اهو. ده لسه بيقفل سمم. وادي المسود ده قاعد بيصلح في الريش بتاعه، شوية يرمي عديلة شوية يرمي صمة، لسه ريشه ما تستفش. ده طبعا دول حاططهم في الشوية اللي هم كانوا الصغيرين بيشبعوا بس من الغية، وبعد كده هنوديهم مع بعضهم. ده بص بتوع اللفت قابين ازاي. متستعجلش في حتة اللي انت تمشيهم كلهم في قلب بعضهم، لا لسه بدري عليهم، لسه بدري عليهم. عن لسه مخلص او اول خلوصه، بسيبه لغايه ما يشبع من قلب الغايه بتاعته، وبعد كده بقوم بعمليه جرد من اول وجديد، حتى لو كان الجرد تحت. تمام. تعالى هنا بقى، ادي ده حلس واخد مسوده بدين مقفول. بيجيبوا المسعود، كان في زغلين كنت مصورهم في قلب السلاكه دول كانوا عيالهم. مسود الحلس ده جامد قوي، فاللي ما عندكش الدم بتاعه مفيش اي مشكله اللي انت تلاقيه في قلب الغيه. ادي الاسترال اللي كان رادد واخد حماميه كويسه قوي. الحماميه دي يا جدعان كانت سايبه في قلب الغيه هنا اهو، في وسط الشبابات الصغيره، قعدت من صغرها بتترمي في وسط الحمام، وحمامها بقول لك ولا بتجعر ولا اي حاجه. فجيت اللي هي حست في قلب الباب لما الحمام كان مستريح. ده الاسترالي بتاع طنطا واخد نتاية على ورديايه. برضو الواحد بينقي حمامية تكون جامدة وحمامية فاضية برضو ايه ما تعطلش الدنيا. الحمام ده بيتلاقي عادي مفيش اي مشكلة، ويزق برضو مفيش اي مشكلة. وكل ما الحمام ده بيزق كل ما بيقوى في قلب الغية. فاحنا بنشوف الدكورة اللي هو مثلا اخر جندي في قلب الغية، بنبدأ اللي احنا نجرحه معانا من شهر 6 معاك. انت لو عايز تاخد حصويتين فحصويتين، عايز تسيبه يزق مفيش اي مشكلة، لان بيبقى معانا الوقت براح والوقت معانا طويل. فقبل ما بيخلص يكون فرد الحمام مثلا دخلنا في شهر 9، طبعا لسه ما بيكونش القلش خلص. طبعا برفع النتاية وببدأ بسيبه مع الزغلول او الزغلين عياله لغاية ما بيزهق منهم، وكده بقوم بعملية فك الشخورة بتاعتهم. من 2014 بلقي يعتبر دكورة من حمام الغية وبتترمي
في الموسم اللي بعده مفيش اي مشكله. عشان اللي هو يقول لك اصل الحامل اللي هو بيتلقي بيبوظ، القصه دي مفيش منه الكلام ده. خد الشربات اللي هم كانوا هنا، اللي هم كانوا متربين في قلب الغيه، سحبنا منهم 2 عادات برضه هنزلهم لك كده. اللي سحبناهم دول مقطع صغير كده اهو. سحبت منهم 2 سكرتات برضه نزلتهم تحت. والنتايه دي 5 طلعوا منهم من اصل كانوا 19 او 20 واحده. تمام. وطلعنا اللي هم 15 واحده بتوع اللفت رصيناهم جنبين. ده الحمام الكبير. الدكوره دي بيبقى الناحيه دي، فانا حبيت ان انا القيهم في قلب الغيه هنا اهو في الجنب ده. ملوش علاقه برضو بحكايه الدكوره وما بيتفتح لهمش، الدكوره دي مقفول عليها. عندي تحضين، هاخد الحصويتين هحضنهم واسيب حصويتين اونطه واسحب النتايه، وبعد كده الدكر هيزهق من حته برضو الحصى ده هيقوم. مفيش فرد حمام هيبوظ ومفيش فرد حمام هيشخور، لانك انت لما بتيجي تلقيهم بتلقيهم في وقت قلش، وقت قفل على الحمام. فما باجيش في عز موسم الرمي وانا بلاقيهم، لا، هيبوظ مني امتى؟ في المرحله، في الوقت اللي انا لقيته فيها. طب الوقت اللي انا لقيته فيها مثلا احنا في 6 ولا احنا في 7، الوقت ده وقت راحة حمام، فاللي هو مقفول عليه. يوم ما هيبوظ هيبوظ في قلب بابه، مش هيبوظ في قلب السما. تمام. كل حاجه برضو ليها حاجتها في قلب الغيه دي يا جدعان. دول برضه نسيبهم كده اخر النهار. افتح للشويه اللي هم عيال الغيه يعملوا مشوار، يعملوا مشوارين، وبعد كده يجوا راح مديهم بقيتهم اللي هم بتوع اللفت، يعدموا في قلب بعضهم ويشبعوا من بعضهم ويحفظوا بعضهم كويس، وبعد كده تبدا تقوم عمليه جري السما الحام ده يشبع من بعضه. طبعا انا عشان لسه فيهم 4 أو 3 وحدات اللي هم ما خلصوش، مستني لما يخلصوا كلهم كده ويتشمسوا دولت ويتحطوا في وسطهم. دولت ممكن ما يتقفلش عليهم الحمام ده، الحمام اللي هو سنه صغير ده اللي هو اول خلوص ليه مع الشويه بتوعي دولت، لان هم دولت اللي كانوا متربين في الغيه قبلهم، دفعه قبلهم، يعني سنهم قريب من بعض. ممكن دولت يتحطوا في قلب دول وما يتقفلش عليهم، ما يتقفلش عليهم الا في راحب بقى اللي هو مثلا سن التلاتات او اتنينات او عليهم وحايد كده اهو، كده كده مش هياخدوا وقت كبير. تمام. مش قد فيهم 1 ولا 2 قاعد ينغص فيهم كده، مالناش علاقه بيهم. تعالى هنا النهارده درب لهم شويه كلفه على ايه؟ معلقه ملح. الملح ده يا جدعان يقضي على الديدان اهو. رشينا الحمام الحمد لله، نضفنا لهم بجوانهم المكاسح بتاعتهم. الحمام ده مستريح. يا الله. اهم حاجه برضه الحمام ده تهتمي بيه، مش عشان خاطر برضه اللي هو في راحه تهمل فيه، كلفته برضه بمعالق شويه خشن برضه يعوضوا اللي بيفقده من جسمه ده
لأنه كل القلش ده واخد من صحته، فأنت بتقوم بعملية تعويض، تعوض شوية فول. أنا عشان ما اديش جرعة ديدان في قلب المسقة بدي شوية ملح، بدي شوية ملح بيخلص برضه على الديدان. يومين 3 ورا بعضهم كده اهو. بس تاخد بالك عشان الحمام ايه، الملح ده بيعطشه، بيخليه يخلص المية، بيخليه يخلص المية. في جرعة الملح دي لما انت بتديها مسق يوم او يوم لا، بخصوص الشبابات. وهو المستحب اساسا في الصيف يوم او يوم لا، تمسيق مش تزويد، تمسيق مش تزويد. دولت اهو. ماشي يا ابو العنبر. النهر بره جدا يا باشا. فوم نبلة ماشي. ليش برضه الواحد ايه مش معلي ستاند عشان يثبت التليفون. هما بيحطوا فكرة الحمام ده.
يا رجاله، ده الفيديو بتاعنا النهارده. معلش اللي طلع عليكم. شيخ الاذان برضه كان معانا ونجم ثواب، وانتوا برضه تاخدوا الثواب. ادي الحمدين اهم. اهلا مسا عليكم، فانتظرونا ان شاء الله من جديد. كان معكم اخوكم كتاب ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.